على فكره يا مارك، انا يعني بعد الحلقه دي هقيمها، وبعد دور 16 هنشوف مين كسب في انا كنت توقعاته. لسه عايز اقول لك بولا يحسب لنا كده النقط من ورا ويقول لنا كده. بقول اشغل نقط بقى واعتبرها لعبه، يعني خلينا نحسبها لعبه كده. انا توقعت حاجات وهو توقع حاجات، وخلينا نشوف بعد دور ال 16. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر. وانا مارك. النهارده جايين نتكلم معاكم عن كاس العالم للانديه 2025 ودور ال 16 بقى بشكل عام. عندنا ماتشات ضرب نار من اول ماتش لحد اخر ماتش. تقريبا كل الماتشات اتحددت، الملامح بقينا بانت. بس ريال مدريد والهلال كده فيها لعبه شويه. مم. هنشوف النهارده، يعني كلمنا احنا عن البطوله. بنصور في وقت الماتش. بالظبط، كلمنا عن البطوله بشكل عام كده ورايك فيها سريعا. احنا اتكلمنا كتير قوي عن الاهلي واتكلمنا براحتنا وقلنا على الماتشات، عايزين بقى نتكلم على البطوله. البطوله الصراحه حلوه مشجعه، بالظبط. تحسه كاس عالم بجد، كاس عالم للانديه بجد، فاهم؟ مش زي اللي كنا لا بيتعمل. لا لا، بطوله قويه جدا. العائق الوحيد اللي شايفه في البطوله دي الظروف المناخيه في امريكا. مم. بتعمل كوارث اللوكيشن، المشكله انها في امريكا. بالظبط، وبتقلب نتائج، ممكن تغير نتائج دي ماتشات حقيقة. كتير يعني. فطبعا الكارثه دي هنشوفها في كاس العالم جاي في امريكا للمنتخبات، مم. فربنا يستر. هي امريكا مديه فايبس كده مختلفه، اما بالظبط. بصراحه خلينا متفقين. بتاعت امريكا الجنوبيه، ايوه والصخب بالظبط. والتشجيع والكلام ده. وحلاوه قوي الفرق البرازيليه واخده الموضوع على قلبها، والجماهير ماليه الاستاد. هيروحوا طبعاً. بعيد البطوله دي. بالظبط، هم عاملين بوتافوجو عامل بطوله غير ماتش بوتافوجو وبالميراس ده هيبقى تكسير عظم. طبعا. فيعني بصراحه البطوله حلوه، يعني انا مبدئيا البطوله مشجعاني، وفكره اللي هي ايه كل 4 سنين لا هنستناها، وهتلاقي مع الوقت هتعمل زبونها. انا بصراحه بعد ماتشات الاهلي كنت فاكر ان انا مش هقدر اتفرج، بس لا. لقيت نفسي بصحى الساعه 4 والساعه 3 بتفرج على الماتشات. فلا، خلينا نشوف بطوله قويه. ودور ال 16 كمان عندنا مواجهات، يعني كل المواجهات انا شايفها 50-50. دي حقيقه. مفيش مواجهه خلصانه من البدايه. فخلينا كده نخش يلا سريعا بينا. في الثمان ماتشات بتوع دور ال 16. هكلمك على ماتش كده سريعا، وقول لي تقييمك للماتش، وقول لي توقعك للماتش على طول. ماشي. اول ماتش ضرب نار، بالميراس وبوتافوجو. ماتش حلو بصراحه. الماتش ده انا عايز اتفرج عليه، انا عارف انه هيبقى ماتش حلو قوي. البرازيليين دايما فيهم جزه، بيلعبوا بجزه وبينهم بعض كمان. بس انا اتوقع بوتافوجو. توقع بوتافوجو. انا كمان بتوقع بوتافوجو اتقل من بالميراس. احنا اتخدعنا في بالميراس في ماتش الاهلي، بس حقيقة. انا اتفرجت على فرقتين فبقول بوتافوجو. تاني ماتش معانا بنفيكا وتشيلسي. شايف الماتش ده ازاي؟ يعني بنفيكا على فكره عامله بطوله حلوه. بالظبط، كسبوا بايرن ميونخ. كسبوا بايرن في الاخر وعاملين بطوله حلوه، وانا مبسوط ان انا بشوف دي ماريا والدنيا لطيفه. لسه عنده كتير يديه يعني في الملعب. بالظبط. بس انا بصراحه اتوقع تشيلسي، ان ماريسكا عامل سيزون حلو، واعتقد هو عايز يبين نفسه ان انا هرجع تاني وانا دخلت تشامبيونز ليج ولسه واخد بطوله. فانا اتوقع تشيلسي. قول لي رايك برضه يا بيتر. لا، انا اختلف معاك. تشيلسي مش الفرقه المرعبه. انا دايما يعني عايز اقول لفظ كده بس مش هينفع اقوله قدام الكاميرا. تشيلسي وارسنال كده بحس ان هم في حته لوحديهم دايما في انجلترا، فانا بره انجلترا هم مش موجودين. فانا بقول لك الماتش ده بنفيكا هيصعد. هنبقى نتكلم لما نخش دوري انجليزي، عشان ارسنال ليا كلام كتير قوي عنده على. بالظبط. ثالث ماتش اتحدد انتر ميلان وفلومينينسي. شايف الماتش ده ازاي؟ الماتش ده انا شايفه صعب قوي على انتر ميلان. انتر ميلان مش بيلعب كوره، بيعدي. انا شايفه بيعدي كده اللي هو باسمه. تغيير مدرب، في شباب صغير مش معروف، في اصابات كتير في الفرقه. فانا شايف ان الفرقه مش واقفه على رجليها. ماشي بقوه الدفع، وبيحاول يدي رده فعل بعد نهايه تشامبيونز ليج الخساره التاريخيه. لو ما اتفرجتوش على تحليل النهائي هيطلع في الاي كده بتفرجوا، وقلنا كلام حلو على الماتش ده. بس انا اتوقع عندك حق بصراحه، فلومينينسي هي اللي انا اتوقع اللي هي اللي هتكسب بصراحه. رابع ماتش معانا باريس سان جيرمان وانتر ميامي. ميسي بقى قدام باريس سان جيرمان وفرقته القديمه. حاسس ان ميسي هيطلع 200% من قوته في الماتش ده. انا مبسوط لما اتفرج على ميسي، واتفرج على ميسي قصاد باريس، وهو ميسي عايز يثبت حاجه، انه مشي من باريس مش بألطف نهايه، في مشاكل، وقال شويه كلام وتصريحات كده. حتى فيتينيا في النهائي كلم ميسي، قال لك ميسي وفي نجوم وهم ماشيين قالوا اللي انتوا عمركم هتاخدوا الشامبيونز ليج، وادينا خدناه. هو ماتش حلو، بس انتر ميامي فريق ميت. فانا طبعا. الماتش ده زي ما انت قلت كده، باريس بيلعب مين؟ ميسي. وميسي ممكن يعمل اي حاجه وحيدا. بس المنطق بيقول ايه؟ باريس فريق تقيل قوي. يعني انا وانت متفقين ان باريس هيصعد، صح 100%. انا برضو شايف كده، شايف ان انتر ميامي بعيد. نخش على الماتش اللي بعده عشان مش عايز افتكر انتر ميامي اصلا. مش عايزين نفتكر اي حاجه من المجموعه دي. الماتش اللي بعده فلامينجو بايرن ميونخ. انت ايه رايك؟ قول لي.
وانا شايفه مش ماتش سهل يعني بايرن ميونخ، بس انا حاسس ان بايرن ميونخ هيعدي ما الماتش. انا عايز اقول لك يعني جدلا كده انا ممكن اقول الماتش ده 50-50. بايرن بجد بايرن مع كومباني سيئه جدا، وحشه قوي، مش مع ان معاه عاجباني. سكواد وفريق كويس، وحتى خساره الدوري المفروض تبقى دافع ليهم ان هم ينافسوا على البطوله دي. هم يعدوا بس 1-0 2-1 الماتش ده هيبقى صعب مش سهل. الماتش اللي بعده من الماتشات برضو اللي انا يعني شايفها صعبه وكفتها متساويه، دورتموند ومونتيري، فريق سيرجيو راموس. راموس بالجرينتا، وراموس عملوا ماتش عملوا امبارح ماتش تاريخي جامد قدام قوي. اوراوا ريد، شفت الاجوان؟ لا من نص الملعب، في شوطين من نص الملعب وكانوا عاملين ماتش كويس قوي. ففرقه كويسه، انا قلت من الفرقه دي فرقه تخرج، يعني ريفر بليت كانت هتكسبها وتصعد، بس انا يعني اتفاجئنا ان هم صعدوا امبارح. بصراحه هيبقى ماتش جامد، بس انا حاسس ان دورتموند هتكسب عادي. لا انا حاسس ان مونتيري فرقه منظمه اكتر، انا اتفرجت على الفرقتين فشايف ان مونتيري هتصعد. على فكره يا مارك، انا يعني بعد الحلقه دي هقيمها، وبعد دور 16 هنشوف مين كسب في انا كنت لسه عايز اقول لك بولا يحسب لنا كده النقط من ورا ويقول لنا كده. بولا شغل نقط بقى واعتبرها لعبه، يعني خلينا نحسبها لعبه كده، انا توقعت حاجات وهو توقع حاجات، وخلينا نشوف بعد دور ال 16. بولا هيبقى قطعها لنا كده ونشوف بقى مين يتوقع صح. في الماتش المتوقع اللي هو هيكون ريال مدريد مع يوفي، لان دلوقتي مان سيتي كسبانه 5-2 اصلا، بالظبط، فهي اوريدي هتصعد اول، وريال مدريد في الاغلب لو كسب شايفه ماتش سالزبورج. سهل مع سالزبورج. لا ماتش بالسهل، سالزبورج بتلعب على فكره زون ديفينس وعامله بطوله كويسه ومعاها 4 نقط وعندها فرصه عايزه تتعادل على موت الاقل، نفسها هتموت نفسها. بس انا حاسس ان احنا هنقدر، ريال مدريد هتقدر تكسب يعني. ففي الاغلب الماتش هيبقى ريال مدريد ويوفي، خلينا نقول كده. انت تتوقع ايه؟ على فكره يوفي عامله بطوله حلوه. انا شايف ان هو يعني فعلا ريال مدريد هينجح ان هو يقدر يكسب الماتش ده. كان في كلام على مبابي هيلعب الماتش ده ولا لا، بس غالبا مش هيلعب. بس انا حاسس ان هم يقدروا يخلصوا الماتش ده في البدري وهيصعدوا اول ب7 نقط. وطبعا انا يعني واحد مصري مستني فرقه الهلال، انا عايزهم النهارده يكسبوا. الهلال المفروض باتشوكا ماتش سهل تكسبه تصعد، تبقى ضامنه على الاقل منهم ان تاني. هم يكسبوا 2-0 عشان النتائج المباشره لو بينهم وبين التانيين ريال مدريد. اتعادلوا بالظبط. فاتمنى اشوف الريال في دور ال 16 فرقه عربيه بقى، يعني ترفع راسنا كده. فانا حاسس ان احتمال يعني كبير نشوف الهلال في دور ال 16. يعني كل الفرق العربيه خرجت. لو الهلال لعب مانشستر سيتي، توقعك؟ نتمنى الهلال عشان يبقى الفريق العربي الوحيد اللي صعد، بس الهلال اول ما يقابل مانشستر سيتي اعتقد هيودع البطوله. مانشستر سيتي مفيره. وعلى فكره ما تفتكروش الفرق جامد، يوفي عامله بطوله حلوه، بس مان سيتي كواليتي اللعيبه فارق. بالظبط. فانا اتوقع مان سيتي هتكسب الهلال، يعني ممكن مش بسهوله بس مان سيتي هتصعد. انا حاسس ان يعني مش عايز اكون مختلف عنك عشان الناس ما تقولش ان انا بختلف وخلاص، بس انا حاسه مش ماتش سهل. والماتش ده ممكن يروح اكسترا تايم، يعني الهلال يخش يلعب اكسترا تايم مع السيتي ويبقى راس براس. اصل ما اعتقدش ان السيتي هيبقى اصعب من ريال مدريد. فاهمك، بس ريال مدريد ما كانش منظم وكانوا لسه عندهم فكره جديده تشابي الونسو والكلام ده كله، بس بالزبط. يعني انا حاسس ان الهلال، مش عايز اقول الهلال هيصعب، بس ان شاء الله الهلال هيصعب. ماشي. اخر حاجه بقى، ريال مدريد لو هيقابل يوفي ان شاء الله، يعني ده اللي هيحصل. لا ريال مدريد بكل سهوله، اليوفي مش فرقه مرعبه خالص. شايفه ماتش سهل جدا، اسهل ماتش في دور انا مختلف معاه، اللي هو مش هيبقى ماتش سهل. يوفي عامله بطوله حلوه قوي. يوفي لولا ماتش اوكلاند سيتي كان زمانها هي من اعلى سكورينج، بس اوكلاند سيتي مخليه الناس كلها جايبه. عملوا مفاجاه، اوكلاند تعادلوا الماتش الاخير يعني. بس انا اتوقع ريال مدريد هتكسب، بس انا مش هيبقى ماتش سهل لان يوفي عامله بطوله حلوه. يعني اتمنى نشوف دور 16 قوي، حتى لو هيبقى عكس توقعاتنا، بس نشوف ماتشات حلوه. متحمس متحمس جدا، لان الماتشات كلها حاسسها باستثناء ماتش ريال مدريد زي ما قلت لك ان هي كلها 50-50. الفرق كلها بتلعب، الفرق كلها عايزه المكاسب الماليه، بتحمس الفريق، فرق معاهم قوي. بالظبط. النهارده كنا شايفين العين كسبان الوداد لحد اخر وقت، العين من اضعف فرق البطوله، بس كله بيلعب عايز الفلوس، عايز المكسب، تفرق معاهم. هيبقى في تدعيمات كتير للفرق بسبب الفلوس دي. فخلينا نشوف دور 16 قوي. انتوا كمان ممكن بقى تتوقعوا كده موجات دور ال 16 في الكومنتات، تقولوا لنا يحسب لنا برضه. بالظبط، تقولوا لنا مين هيعدي مين هيكسب مين، ونتائج الماتشات، والبطوله دي رايحه لمين باختصار. ده اتوقع بدري قوي. لا مش حاسه بدري. حاسس انها مش هتخرج بره الثلاثه دول. باريس، مان سيتي، ريال مدريد برضه في البطولات بيبقى فارق. انا حاسس انها مش تخرج بالثلاثه دول، مش عارف اتوقع. انا معاك برضه، بقول باريس سان جيرمان، بس لو باريس سان جيرمان ما خدهاش، في فرقه من الفرق البرازيليه هتاخد البطوله دي. بص
يعني انت عندك بوينت، والصراحه يعني فايت في محلها. فريقين الفرق البرازيليه عامله بطوله حلوة الاربع قوي. فرق بعيدة قوي يا جدعان، بعيدة قوي يا جدعان. لا انا شايف الاربع فرق هو قال لهم فلومينينسي بس بوتافوجو فلامينجو بالميراس بيجزوا وعندهم الثلاثه اخويا جماهير. ورايحين بقى جماهير بالالاف، فاعتقد ممكن نشوف فرقه منهم على الاقل في دور الاربعه. فخلينا نشوف. خلينا نشوف. يعني انا بتوقع انها بطوله قويه، ومارك كمان بتوقع انها بطوله قويه، وبولا كمان. فخلونا نشوف ماتشات كده حماسيه بتاعت الفجر دي ان شاء الله. ده كان شوط سريع كده عن دور ال 16 يعني، ونتمنى يكون عجبكم. وعايزين برضو الكومنتات زي ما بيتر قال كده وتوقعاتكم. وايه كمان يا بيتر بقى؟ بس خلصنا كده سبسكرايب كلامنا. بقى واللايكات ما تنسوش. عايزين كده يعني الكومنتات بتاعتكم، لو عايزين اي اراء، حلقه جديده عايزين نتكلم عن حاجه معينه، مستنيين ارائكم. ونشوفكم بقى في حلقات جايه كتير، ولسه مكملين معاكم بعد دور ال 16 في دور الثمانيه لحد النهائي. وبس دي كانت حلقتكم لطيفه خفيفه كده من برنامج دبل شوت. نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. سلام. كات.